السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضع نادي الاتحاد السعودي عينه على اللاعب الإسباني الدولي أداما تراوري للتعاقد معه لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة. حيث يشارك نادي الاتحاد في كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة، ونجح الفريق في التعاقد مع كريم بنزيما لدعم صفوف الفريق قبل المونديال، وتضع بعض الأسماء ضمن حساباتها للدعم من بينهم أداما تراوري لاعب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي. حيث تواصل إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحالي محاولات لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي، وقد عرضت على اللاعب الذي طلب فترة لمناقشة العرض مع وكيل أعماله قبل اتخاذ القرار النهائي والمفاضلة بين العروض الأوروبية المقدمة له وبين عرض الفريق السعودي. حيث ينتهي عقد أداما تراوري مع نادي ولفرهامبتون بنهاية الشهر الجاري، وتسعى إدارة الولفر لتجديد عقد اللاعب، لكنها الآن أمام اختيار بين تجديد العقد أو الموافقة على رحيله للدوري السعودي عبر بوابة نادي الاتحاد. وحدد نادي الاتحاد عدد من الصفقات في بعض المراكز للتعاقد معه، من بينها قلب الهجوم وخط الوسط والجناح ولاعب آخر في مركز الدفاع. فنجحت الإدارة بالفعل في حسم صفقة كريم بنزيما مقابل 58 مليون يورو في الموسم، بعد ما وقع الفرنسي على عقود الانتقال مجانا. ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة اجتماعا بين إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهالي واللاعب الإسباني أداما تراوري للاتفاق على كافة بنود العقد، والذي من المتوقع أن يكون لمدة 3 مواسم. حيث شهد التشكيل المثالي للدوري السعودي المحترفين عن الموسم الماضي وجود 5 لاعبين من النمور في التشكيل المثالي عن الموسم، حيث أكثر فريق تواجد لاعبين في تشكيل موسم بعدما حصد بطولة الدوري، لكنها شهدت غياب حمد الله هداف المسابقة. حيث قالت المصادر الصحفية أيضا أن نادي اتحاد جدة أتم اتفاقه بالفعل مع أداما تراوري نجم فريق ولفرهامبتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. حيث يسعى نادي الاتحاد في التعاقد مع عدة صفقات قوية من أجل تدعيم صفوفه بشكل أكبر، بحسب ما ذكره رودي جليدي الصحفي الموثوق به، فإن اتحاد جدة لن يتوقف عن إبرام الصفقات القوية بعد تعاقده مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني. حيث أكد أن النادي السعودي قد انهى اتفاقه مع أداما تراوري، وقد تم الاتفاق على الشروط الرئيسية للعقد مع اللاعب، وخلال 48 ساعة القادمة سيتم توقيع العقد بشكل رسمي.